ورحمة الله وبركاته. سألت نفسي ايه هي الحاجات اللي بتطور الإنسان وتوصله للكمال في الحياة، أو توصله إنه يفهم الحياة كما يجب أن تكون. وكان الرد يعني سبحان الله تعالى، الرد كان جميل جدا. أولا، الأساس القوي المتين بتاعك هو الصلاة. أنت بتعمل إيه في الصلاة؟ هل أنت بتصلي المواعيد بتاعت الصلاة بتاعتك في أوقاتها؟ والحقيقة اللي قرب من ربنا سبحانه وتعالى هو قرب ما بين المحبوب والخالق. المحبوب ده اللي هو انت. هتقرب لربنا ازاي؟ طب ازاي هتروح شغلك وانت مش بتتصل بالصلة اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها؟ وربنا سبحانه وتعالى قال لك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني اذن الاذان اذن، واذن الله سبحانه وتعالى في اذان اهو، اروح اصلي واسمع هذا امر الله. فانت ما تستعجلش وما تلهكش الدنيا عن الصلاة وقراءة القرآن، وما تلهكش الدنيا عن الله عز وجل القادر العظيم الجبار الذي لا يعجز عنه شيء. وذكرك مع ربنا سبحانه وتعالى لما انا اصلي واقترب من الله سبحانه وتعالى، ده بيديني راحة البال، بيديني سعادة لا توصف، بيديني رزق لا محدود، بيديني وصول ما بيني وما بين ربنا اللي خلقني. فهي علاقة بين المحبوب والخالق. مين المحبوب؟ علاقتي ما بين المحبوب، ربنا هو المحبوب، أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى، وهذا قرب كبير وأجر عظيم. تاني حاجة الخالق، وأنا عبدك الفقير. ربنا خلقك، لو انت فاكر ان انت خلقت في هذه الدنيا عشان تشتغل وتكد وتفلح، لا، ده رقم 2. حتة اشتغل عشان اعيش. يعني انت خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى والامتثال لأوامره، وان انا ابعد عما ينهي الله عنه. يبقى انا انتهي عن المحرمات، عن النميمة، عن قطع صلة الرحم، عن المعاملة السيئة لزمايلي، عن ان انا معلش ابقى في شغلي باذي زميلي. ما هي دي من وسائل القرب من الله. وربنا سبحانه وتعالى قال لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن تقوى الله هي معاملة الناس معاملة حسنة وقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا هيسألك انت كنت بتتعامل بالطريقة دي بشكل ده مع ده ازاي؟ هتقول مثلا انا كنت أتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي يوم الحساب كل حاجة فعلتها هتشهد عليك. ومن تقرب لله في العبادة وصل في حياته إلى ما لم يصل إليه أحد. ومن تقرب إلى الله في الذكر وصل إلى السعادة اللانهائية والوصول الروحاني ما بينكم بربنا. هتقول لي يعني ايه وصول روحاني؟ هقول لك ان ده جبر من ربنا سبحانه وتعالى لقلوب الذاكرين. وكانوا من المستغفرين في الاسحار. والاسحار اللي هو الليل، بستغفر ربنا في الليل، بذكر ربنا، استغفر ربنا على ذنوبي حتى وان اذنبت. هذا من عظائم القرب الى الله. اعظم ما يجب ان يكون انك تقرب لربنا بالصلاة وبالذكر وبالقرب بالعبادة والقرب بتلاوة القرآن. وكل ده هينعكس على حياتي اللي هي الدنيا. وما تجعلش في قلبك الدنيا، خليها في ايدك. هي دي الاساسيات. واتفرج بقى على فيض من العطاء الرباني اللامحدود الكبير لما تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في اللي انا ذكرته دوت. فمن وصل بالذكر اتصل بالله سبحانه وتعالى. وما اجمل الوصول في
في حضرة مين؟ في حضرة الله سبحانه وتعالى. هذا الوصول انت هتخش الجنة. انت عايز ايه اكتر من كده؟ انت عايز ايه اكتر من ان ربنا بيكلمك في اياته الكريمة؟ اكتر آية يعني انا بالنسبة لي قشعرتني، حسيت بالقشعريرة وكنت اسمعها ارتجف من قلبي. نسوا الله فانساهم انفسهم. يعني انا نسيت ربنا، الدنيا لهتني، مشاكل الحياة لهتني، حبيت الدنيا، شهوة الدنيا جت في قلبي، حبيت الحياة، بقيت باصص للدنيا، بقيت باصص للفلوس. فربنا قال لك ايه؟ هتنسوا ربنا بقى، هتنسوا نفسكم ومسيرك راجع. بس ارجوك لما ترجع، دي بقى كلمتي، خد حد معاك، لان دي من فضل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. لما تتوب وتبقى صافي ونقي وقلبك من جوه بيحب الخير للناس، لما بتشوف وظيفة بتبعتها لصاحبك، محدش بياخد رزق حد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي آية أخرى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنت عايز إيه تاني؟ لازم تقرب، لازم تصلي، لازم توصل بالله سبحانه وتعالى. هذا الوصول سر الأسرار. خد بإيد غيرك بقى، بس أرجوك لما تاخد بإيد غيرك، خد بإيده لما تكون أنت تأهلت بشكل كبير، حفظ قرآن، صلاة، إيمان بالله قوي فعلا قولا وعملا ويقينا، بقيت جواك مسلم حق، بتقي الله، بصلي، بتقي الشبهات، الحياة والدنيا في ايدي، انا بنزل اشتغل عشان اعيش، انما مش مدي ده الاساس والطبع في الحياة. انا الاساس عندي الصلاة هي الاولوية والاساس والقرب من الله سبحانه وتعالى بكل سبلها، بكل السبل قصدي. وهذا هو المقصد والمطلوب. ولكي لا نطيل عليكم في هذا الحديث، أشكركم وأشكر نفسي وأذكركم بتقوى الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. كنتم مع الاستشاري إسلام إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.